السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات اسماء، وكنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. غنشارك معكم كيكه هماويه راقيه في الحطه ديالها وكذلك في المذاق ديالها. الكريمه لذيذه وكذلك حتى الكيكه كتجي خفيفه كريشه بحال الا مسقيه، كتجي شهوه منها. جميع التفاصيل وجميع الاسرار والمراحل باش تنجح معك الوصفه من اول تجربه غنشاركها معك ان شاء الله، وندوزو مباشره المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج ليها جوج ديال البيضات يكونوا بحراره الغرفه، اي بالحراره ديال المطبخ. غنضيف لهم واحد الكيس ديال السكر فاني، كاس الا ربع ديال السكر سنيده يعني كاس مع مرش، رشه خفيفه ديال الملحه. ونخدم هاد المكونات مزيان مزيان حتى كيتغير اللون ديال هاد الخليط، سواء بالطراب الكهربائي او اليدوي راه بحال بحال نفس النتيجه. غادي ندير كاس الا ربع ديال الحليب وكاس الا ربع ديال الزيت، ونعاود نخلط هاد المكونات. ودابا غادي نضيف جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى، المجموع 16 غرام. هنا غادي ندير الصفايه ونغربل فيها هاد المكونات الاخرى. كذلك غادي نضيف ملعقه عامره ديال مايزينا، كتعطي واحد الخفه للكيكه. صافي هنا غادي نضيف كاسين مملوئين ديال الدقيق الابيض، ونفس الكاس اللي عبرنا به المكونات الاخرى، يعني الكاس ديال العنبه. هذا الكاس راه واخا ما كيبانش لكم فيه ديال العنبه، نفس القياس ديال الكاس ديال العنبه، يعني درت المكونات كلهم بنفس القياس. وهنا كاسين ديال الدقيق الابيض نيشان، يعني هاد المكونات راها مضبوطه. صافي غادي نخلط الكيكه مزيان. غادي نضيف ملعقه ديال الخل كبيره ديال الاكل. صافي وهذا هو الكيك ها هو واجد. دابا غادي ناخذ المول، غندهنو بشويه ديال الزبده، رشيته بالدقيق، وغادي ندخل فيه الكيكه. المول الفران يكون بارد، يعني ما شعلتش عليه من قبل. غندخل الكيكه ونخليها حتى كطيب عاديه، وكل وحده والفران ديالها والوقت ديالها ديال الكيكه الوقت اللي كطيب فيه. صافي هنايا غادي ناخذ يعني نوجد الكريمه. غادي ندير هنايا الكاس ديال الحليب السائل ديال العنبه، ودرت معاه هنا لاموس ديال الشوكولات، بودره الكريم الشونتيي بالشوكولات. غندير العلبه كامله. بالنسبه لهاد الكريمه راه تقدروا توجدوها وتدخلوها للثلاجه تبرد حتى كتخرجوا الكيكه وتخليوها حتى تبرد، وعاد تقادوا فيها المراحل الاخرى. درت هنا جوج ملاعق ديال الشوكولاط ديال الدهن، ممكن تستغناو عليها ما ديروهاش، او لا ديروا علبه ديال دانيت ديال الشوكولاط، او لا ديروا غير بودره الكريم الشونتيي ديال لاموس الشوكولا مع الحليب، يعني تقدروا ما ديروهمش نهائيا. صافي هنايا الكريمه تخليوها حتى كتبرد الى عندكم الوقت وعاد تقادوها. بالنسبه لي انا راه الكيكه درتها يعني من قبل، يعني تقدروا ديروا الكيكه مثلا بالليل حتى الصباح وديروا لها الكريمه. تقدروا ديروا الكيكه في الصباح وحتى العشيه وعاد تقادوها، يعني خليو الكيكه شويه تبرد. او لا تقدروا ديروها في ساعه، غير دخلوا الكيكه تبرد في الثلاجه وتقادوها فيه. المهم ان الكيكه خصها تكون بارده، يعني الكيكه الا كانت سخونه راه غتذوب لكم الكريمه. خص الكيكه تكون بارده باش تقادوا ليها الكريمه ما تذوبش لكم وسط منها. صافي الكيكه هنا من بعد ما كيف ما كتشوفوها راه جات خفيفه وانسفنجيه، جات غزاله. قسمتها على جوج وهي بارده. دابا خديت من هذيك الكريمه وحطيتها وسط الكيكه، وديروا طبقه مهمه ديال الكريمه باش كتجيكم باينه وسط الكيكه. صافي هنا غادي نحاول ندير النص الثاني، وهنا راني قلبت الوجه ديال الكيكه، يعني هذاك الفوق ديالها هو اللي ولا لتحت، واللي لتحت مقاد هو اللي حطيته الفوق. ودابا الكريمه غادي نبدا، خليت شويه غنبدا ندهنو من الجوانب ومن الفوق. الكريمه راه الا بغيتو تزيدوا تعقدوها اكثر من هكا راه تقدروا تزيدوا طربوها باش تطلع لكم وتجيكم يعني واقفه. بالنسبه لي انا ما بغيتهاش واقفه باش ما تجينيش ناشفه. انا ما سقيتش الكيكه. اللي كيبغي الكيكه تكون مسقيه اكثر تقدروا تسقيوها بالكاس ديال الحليب. انا راني ما سقيتهاش حيت الكيكه جاتني خفيفه، ما محتاجاش نهائيا انني نسقيها. الكريمه كذلك خليتها خفيفه، مازال غادي تشربها الكيكه وغتجي مسقيه اكثر. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا ملي دهنت الوجه ديال الكيكه بالكريمه والجوانب، درت الفيوتين من الجوانب. ممكن تعوضوا باللوز او لا كاوكاو كونكاسي او لا الفيرميسيل او لا كورني فلاكس، ممكن ديروا اي حاجه متوفره لكم من الجوانب. صافي هنايا غادي ناخذ دانيت ديال الشوكولات وخلطوا مزيان بالملعقه، وهنا حطيته في الواجهه ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. خديت دانيت ديال الكراميل، الا عندكم صوص كراميل متوفره
تقدروا ديروها في بلاصه هاد دانيت كراميل. صافي هنايا بديت كندير الخطوط على شكل حلزوني من الفوق، وغادي ناخذ يا اما موس اولا هذاك العود ديال الشواء اولا اي حاجه تقدروا تزينوا بها من الفوق. غندير خطوط كيف ما كتشوفوا في اتجاه واحد كلهم، ومن بعد غادي ندير اتجاه المعاكس. انا خليت لكم الفيديو على طبيعته باش تشوفوا المرحله اكثر، خصوصا البنات المبتدئات اللي باغيين يجربوا هاد الكيكه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راني درت الخطوط على شكل معاكس بحال ميلفوي، وغادي ندخلها للثلاجه نخليها حتى كتبرد مزيان مزيان. بالنسبه لي انا راه كان بدا كيطيح الظلام وخليتها غير واحد شويه في الثلاجه، وعاد غادي نقسمها ونوريكم الشكل ديالها كيفاش جا. نتوما راه قد ما الكيكه بقات في الثلاجه قد ما كتماسك اكثر وكتجي زوينه بزاف بزاف، ومازال هذاك الكريمه كتزيد تشربها الكيكه، وكذلك حتى كتماسك وكتجي متماسكه. هنا غادي نوريكم الشكل ديالها. انا راه بدا كيطيح عليا هكا الظلام، قلت ضروري نشارك مع البنات يعني الشكل ديالها قبل ما يطيح الظلام وما يبقاش يبان الشكل ديالها، خصوصا ان الوليدات راه ما صابرينش عليها باغيين ياخذوها. ايوا هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه، كتجي خفيفه، كتجي الكريمه لذيذه بزاف. غير جربوها بهذه الطريقه، كتجي غزاله شهوه منها. وتقدروا هذه تحطوها حتى في المناسبات، كذلك حتى في اعياد الميلاد ديروها مع الكيكات ديال حلوه لاكريم الا كانت عندكم المناسبه. يعني كيكه هماويه شكلا ومذاقا، وخصوصا اللذه ديالها يعني لا تقاوم، جات زوينه بزاف. غير جربوها. شاركت معكم جميع التفاصيل ديالها وجميع المراحل باش تنجح معكم الوصفه باذن الله. الا بقيتي معايا حتى لهنا في لا فيديو وعجباتك الوصفه، ما تبخليش عليا بلايك الفيديو فضلا وليس امرا، وكذلك بارطاجي مع الحباب ديالكم الاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اللي كيشوف الفيديو ديالي اول مره كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا الزر ديال الجرس للمزيد من الفيديوهات. زوروا القناه وتشوفوا المزيد من الوصفات السهله والمبسطه. ومن هنا كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم المستمره، ودائما مع الوصفات الاقتصاديه. الى فيديو قادم والى وصفه قادمه باذن الله.